بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية مع مستر عوض الله، وبنتكلم النهارده في درس جديد وهو حرب أكتوبر. طبعا احنا عرفنا يا شباب إن العدوان الإسرائيلي في 67 قدرت إسرائيل تسيطر على هضبة الجولان من سوريا، وتسيطر على شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس. بعدها قرار مجلس الأمن 242 اللي نص على إسرائيل تبدأ تنهي هذه الحرب واستعادة أراضي استعادة دول المنطقة لأراضيها وخروج إسرائيل الفوري من الأراضي اللي احتلتها. طبعا مصر وافقت على قرار مجلس الأمن، أما إسرائيل رفضت تنفيذه. هنبدأ نشوف النهارده في حرب العزة والكرامة، حرب أكتوبر، نعرف سببها مع بعض ونعرف ازاي مصر وسوريا هيحصل بينهم تخطيط وتنسيق بحيث ان هم يستردوا اراضيهم باذن الله تعالى. نبدا مع بعض يا شباب. اول حاجه لما يجي يقول لي اسباب حرب اكتوبر، ايه اسباب حرب اكتوبر؟ هقول له رقم واحد، رفضت اسرائيل لكل نداءات السلام ان هي تنسحب من الاراضي العربيه اللي احتلتها في عدوان 67. مين اللي قال الكلام ده؟ قرار مجلس الامن 242. احتلت مين؟ سيناء وهضبة الجولان، وهنا قرار مجلس الامن 242 نص على خروجها ولكنها رفض. اثنين، ان مصر وسوريا عندهم تصميم ان عندهم عزة وكرامة عايزين يستردوا اراضيهم، يبقى دي السبب بمنتهى البساطة. ممكن يجي لي هنا سؤال، ايه العلاقة؟ ما العلاقة بين قرار مجلس الامن 242 وحرب اكتوبر؟ يعني هو بيقول لك ايه العلاقه ما بين قرار مجلس الامن 242 وحرب اكتوبر؟ بمنتهى البساطه، حيث رفضت اسرائيل قرار مجلس الامن 242 بالانسحاب من الاراضي العربيه اللي احتلتها في عدوان 67، مما ادى الى قيام حرب اكتوبر من اجل ان تقوم مصر وسوريا باسترداد اراضيهم. تمام يا شباب؟ طيب نبدأ نروح للإعداد والتخطيط. مصر وسوريا يبدأوا يقوموا بالإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر. طبعا انتوا عارفين في فترة ما لما يكون في حروب تبدأ الدولة بتمنع ممكن بعض الأخبار اللي ممنوع تداولها حفظا على أمن الدولة. غير كمان إن أنت عارف إن المستر بيقول لي في الفترة دي كمان كان في بعض الناس اللي كانوا فترة الإقطاع ثورة يوليو 52 كان عليها بعض الإجراءات. هيبدأ هنا رئيس السادات يهيئ الجبهة الداخلية عشان يوحد صفوف المصريين، ونبدأ نشوف هيعمل إيه. أول حاجة على الجبهة الداخلية، هيبدأ السادات يرفع الرقابة عن الصحف تبدأ تكتب. هيبدأ يعمل هنا أمور نيابية أو تشريعية، بأن هو يعمل دستور جديد للبلاد سنة 71 كانوا بيسموه الدستور الدائم. عشان لو قال لك إيه العلاقة ما بين حرب أكتوبر والحياة النيابية، هقول له إن من ضمن إعداد الجبهة الداخلية هو إصدار دستور للبلاد 1971 قبل حرب أكتوبر. بعد كده هيتم إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات في بعض الناس الإقطاعيين. لما صدر قانون الإصلاح الزراعي بتحديد 50 فدان وباقي الأملاك تتوزع على الفلاحين، كان معمول قانون إن هو يكون قيد الإقامة الجبرية أو إن هو يكون موجود في مكان ما عشان ما يحصلش بلبلة في البلد. فهنا تم إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات عشان يكون في حرية ونبدأ نوحد المصريين. بعد كده القضاء على مراكز القوى. بعض المنافسين للرئيس السادات في ذلك الوقت بدأ إن هو يقضي على كل هذه الأمور بحيث إن تكون القيادة في مركز القوة. بعد كده هنبدأ عسكري، إن الرئيس السادات هيبدأ يسلح الجيش بأحدث الأسلحة ويبدأ يدربها. يعني معنى كده ممكن يجي يقول لك وضح العلاقة ما بين الحياة النيابية والعسكرية وحرب أكتوبر.
الحياة النيابية تم إصدار دستور الدائم 71 قبل الحرب إعدادا للجبهة الداخلية. عسكريا تم تجهيز الجيش وتدريبه بأحدث الأجهزة والأسلحة مما كان له أثر كبير في انتصار حرب أكتوبر. يبقى أنا عندي إعداد الجبهة الداخلية، رفع الرقابة عن الصحف، بدأنا نلغي الإجراءات المقيدة للحريات، القضاء على مراكز القوى، تدريب الجيش وتوفير أحدث الأسلحة. طيب بالنسبة لإخواتنا العرب، إسرائيل أو أمريكا أو إحنا كانت عاملين فكرة، إسرائيل كانت عاملة فكرة هي وأمريكا، حاجة اسمها فرق تسد. يعني إيه فرق تسد؟ لما نكون 22 دولة عربية إخوات في إيد واحد محدش يقدر علينا، فكان في خلافات بيننا وبين بعض. يبدأ الرئيس السادات رحمة الله عليه يصفي الخلافات ويوحد العرب. يبقى انت هنا اقليميا عربيا قدرت ان انت تصفي الخلافات وتوحد العرب عشان تبدا تستفاد من اخواتك العرب من الموارد الماليه او السياسيه او العسكريه ان هم يساعدونا في الحرب وننتصر باذن الله. النتيجه اللي ترتبت على الاعداد وهذا التخطيط ان انت بدات تعد الجبهه الداخليه والجبهه العربيه، كان ليها اثر كبير في انتصار حرب اكتوبر، وده هيظهر لما نبدا نشوف العرب قدموا ايه لمصر في حرب اكتوبر. طيب نبدا ندخل على احداث الحرب. اول حاجه عايز بس افكرك بحاجه، اتفضل. مصر في حرب الاستنزاف كانت عامله حائط للصواريخ، صح؟ بحيث ان مفيش اي طياره اسرائيليه تعدي لمصر. كمان مصر كانت دايما بتضرب بالمدفعيه خط بارليف وتحصيناته. هل الاثنين دول هيكون لهم اثر في حرب اكتوبر؟ يعني انا لو قلت لك ايه العلاقه بين حائط الصواريخ وحرب اكتوبر او المدفعيه وحرب اكتوبر، فطبعا انت هتقول ان كان لهم اثر كبير في حرب اكتوبر، ساعد مصر على الانتصار، وهنفهم ده دلوقتي. طيب مين اللي ادى قرار الحرب؟ الله يرحمه الرئيس السادات هو اللي ادى قرار الحرب. طيب مين قائد سلاح الطيران المصري؟ الله يرحمه محمد حسني مبارك. يبقى اللي ادى قرار الحرب الرئيس السادات، قائد سلاح الطيران محمد حسني مبارك. طيب لما نبدا نحارب هنبدا الاول بالطيران هو اللي هيضرب، ثم المدفعيه، ثم بعد ذلك القوات البريه. ده اللي حصل بالظبط. تمام يا شباب؟ طيب يبقى هنا هنبدا يحصل عندي ضربه جويه، اعتقد كان 220 طياره. هيحصل ضربه جويه الاول ثم تبدا المدفعيه على طول القناه. عشان كده قلت لك كان في دور لحائط الصواريخ والمدفعيه في حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر. فيجي يقول لي هنا ما النتائج؟ ايه النتائج اللي ترتبت على الضربه الجويه او على المدفعيه؟ رقم واحد، بدانا نحطم اعداد كبيره من الطائرات للعدو الاسرائيلي. اثنين، بدانا نعمل كوبري بطول القناه عشان تبدا الدبابات والمدرعات تعدي من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه في قناه السويس. رقم ثلاثة، ده واحد. رقم ثلاثة، تم تدمير خط بارليف. مين خط بارليف ده؟ إسرائيل كانت عاملة على القناة ساتر ترابي بارتفاع عمودي 20 متر، وراه في حدود 3 كيلو في سيناء. كان في إسرائيل في شخص اسمه حيين بارليف قال لهم ممكن نعمل هنا خطوط دفاعية، دبابات وأسلحة وكده. يبقى هنا قناة السويس وحاطين فيها خطوط الانابيب النابال، وهنا ساتر ترابي، ووراها هنا خط بارليف. طبعا قدرنا بفضل من ربنا نحطم خط بارليف اسطوره اسرائيل في 6 ساعات. يبقى لما يجي يقول لي اسطوره اسرائيل اقول له خط بارليف. يبقى النتيجه اللي ترتبت على الضربه الجويه والمدفعيه تحطيم اعداد كبيره من الدبابات والطيارات والاسلحه الاسرائيليه، عبور الدبابات والآلات والمدرعات المصرية للضفة الشرقية، تدمير خط بارليف أسطورة إسرائيل في 6 ساعات. طيب الرقم 4، هتبدأ بقى القوات البرية بتاعتنا تعدي على الضفة الشرقية، تمام كده، ويكون لهم دور كبير بفضل من ربنا، رفع العلم المصري وأسر العديد من الجنود الإسرائيليين عشان السادات يرجعهم بعد كده
في منظر اللبس اللي كنا شفناه اللي هو عند البيجامات اللي راحوا بيها لاسرائيل. طيب ده على الجبهه المصريه. طب بالنسبه بقى لسوريا الوضع هيكون ازاي؟ طبعا المستر بيقول لي ان الوضع كان عندي المشير احمد اسماعيل اللي ناخده كمان شويه، كان مسؤول عن القياده المصريه والسوريه، وكان ما بين مصر وسوريا كان في عندي تجهيز واعداد وتخطيط للحرب. نفس الامر عايز اقول لك على حاجه عشان بس نسيت اقولها. اسرائيل عشان تحمي نفسها قلت لك كانت عامله ورا الساتر الترابي خط بارليف، قلت لك كان امتداد اعتقد 3 ل 6 كيلو اسلحه واشبه بحائط الصواريخ بتاعنا، قدرنا ندمره في 6 ساعات. بالنسبه لسوريا هناك كانت عامله برضو خط دفاعي في سوريا اللي هو اسمه خط الون، يبقى خط بارليف في مصر، خط الون اسرائيل عملته في سوريا هناك عشان تحمي وتدافع عن نفسها، وكانت بتعتقد ان هذه الخطوط يستحيل مصر او سوريا او العرب اقتحامها. طيب في نفس اللحظه اللي احنا هجمنا فيها عشان نرجع سيناء بدات القوات السوريه في نفس اللحظه بالهجوم، ودي يوريك مدى التنسيق والتخطيط بيننا وبين اخواتنا السوريين. ايه اللي هيبدا يعبر هنا؟ تبدا الطيارات السوريه تروح لمنطقه الجولان. دي هنا نفس ما بدانا بالطيران بداوا بالطيران. بعد كده 2 تبدا الدبابات والمدرعات السوريه تدمر خط الوم. تمام، تبدا تدمر. بعد كده يبدا هنا المستر بيقول لي خلي بالك ان معارك جويه هتبقى جامده ما بين القوات السوريه والاسرائيليه، لان القوات الجويه بتقدم دعم للقوات البريه السوريه. طيب يبقى هنا القوات الجويه في سوريا دخلت على هضبه الجولان خلصت، وبدات القوات البريه تدخل، قدروا يدمروا خط الون ودمروا كل دفاعات العدو الاسرائيلي في هضبه الجولان. تمام. ايه النتيجه المترتبه لما بدات مصر وسوريا يحطموا خط بارليف وخط الون والمدفعيه والطيران والدبابات؟ ده خلى اسرائيل يكون عندها خسائر فادحه كبيره سواء في الجنود والطائرات، وتطلب مساعدتها منين؟ من الولايات المتحده. يبقى اسرائيل اللي في حرب اكتوبر طلبت مساعدات بسبب الخسائر الفادحه على سواء كانت طيران سلاح الطيران او عند سواء الجنود على الجبهه المصريه والجبهه السوريه. نبدا نشوف هنا العرب هيقدموا ايه لمصر، وفي نفس الوقت امريكا هتقدم ايه لسوريا. الاستاذ بيقول لي بمنتهى البساطه، فاكر في 52 مصر قدمت للدول العربيه في افريقيا كلهم دعم من اجل الاستقلال. قلت لك يوم هشيل دوله ليبيا وخد الكل، صح؟ صح. النهارده بقول لك خد كله. يبقى مين اللي ساعدني عسكري؟ السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، وعندي كمان دوله المغرب. يبقى انا كده خدت كل الدول اللي بالنسبه للجبهه الافريقيه. طب بالنسبه للجبهه العربيه كنا ساعدنا مين في 52؟ كنا بنقول الكويت والعراق واليمن، صح؟ شيل اليمن، الكويت والعراق، وناخد اللي فوقهم كمان ناخد الاردن والسعوديه. يبقى 4 دول من اسيا، كويت عراق اردن سعوديه، كويت عراق اردن سعوديه. في الجناح الافريقي السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب قدموا لنا دعم عسكري. تمام. اما بالنسبه للدعم المالي فعندي 3 دول قدموا لنا دعم مالي، اللي هي منهم مين؟ اللي هي عندي السعوديه، الجزائر، الامارات. فتاخد بالك هنا هتلاقي ان انت عندك السعوديه اديتك دعم عسكري ودعم مالي، هتلاقي عندك الجزائر اديتك دعم عسكري ودعم مالي. يبقى انا عندي السعوديه والجزائر الدولتين قدموا لنا دعم عسكري ودعم مالي. طب بالنسبه للدعم السياسي، وزراء النفط العرب هيجتمعوا في دولة ايه؟ الكويت. طب ايه النتائج؟ قرروا خفض انتاج البترول، عدم تصدير البترول للولايات المتحدة. عندما طلب رئيس الولايات المتحدة دعم بترول رفضت الدول العربية، عشان هنا في علاقة ما بين البترول او النفط وحرب اكتوبر، ان هنا استخدم سلاح النفط وكان له دور كبير في هذا الانتصار. نروح بعد كده امريكا هتعمل ايه؟ الولايات المتحده مع اسرائيل
هتبدا الولايات المتحده الامريكيه تعمل جسر جو طيران محمل باسلحه ومساعدات عسكريه لاسرائيل. ادي واحد كالعاده. اتنين، هتقدم لها معلومات. ايه النتائج المترتبه على المعلومات اللي الولايات المتحده الامريكيه هتقدمها لاسرائيل؟ النتيجه المترتبه ادت لوجود ثغره الدفرسوار. الثغره دي يعني مكان ما بين الجيشين المصري، الجيش الثاني والثالث، منطقه كده في اسماعيليه قدرت اسرائيل تنزل فيها قوات، ولكن قدرت مصر تنسف هذه الثغره وتعدي بسلامه الله. يبقى هنا اسرائيل امريكا قدمت لها دعم عسكري جسر جوي محمل بالاسلحه، بدات تقدم لها معلومات كانت سبب في وجود ثغره الدفرسوار. لو قال لك ايه سبب ثغره الدفرسوار؟ بسبب ما قدمته امريكا من معلومات لاسرائيل. نروح بعد كده ماليا، هتقدم لها مساعدات ماليه ضخمه بسرعه. طب بالنسبه سياسيا، فاكر في حرب 48 العرب كانوا بينتصروا، امريكا ساعتها تقدمت بقرار لمجلس الامن انه وقف الحرب، ووقفت لمده شهر، ولما بدات للاسف العرب اتهزموا. نفس الامر تبدا الولايات المتحده الامريكيه تمام تتدخل هي والدول الاوروبيه، ويطلبوا من مجلس الامن التابع للامم المتحده ان هو يصدر قرار بوقف الحرب. عشان لما يقول لك ايه الفرق ما بين قرار 338 و242، هناك اسرائيل رفضت التنفيذ، هنا هيتم توقف الحرب يوم 22 اكتوبر. يبقى هنا الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه طلبوا من مجلس الامن يصدر قرار بوقف الحرب، وفعلا مجلس الامن زي 48 و73 ادى قرار بوقف اعمال الحرب. ويبدا يقول لك هنا ما النتائج المترتبه. ايه النتائج المترتبه؟ لما مجلس الامن اصدر قرار 338 هتبدا تقول وقفت الاعمال الحربيه على الجبهه المصريه والاسرائيليه والسوريه، ويبدا يكون فينا مفاوضات لانهاء الصراع. يعني تعتبر ديت البدايه ان يكون في مفاوضات سياسيه ما بين مصر وبين اسرائيل. طيب نروح بعد كده عندي الشخصيات اللي كان لها دور كبير في حرب اكتوبر. اول شخصيه نتكلم عليها هي مفيش يعني الشخصيات هتقول لي صعبه، هقول لك انت لو مسكت قلم وكراسه وبدات تكتب عن كل شخصيه هتلاقي نفسك حفظتها. يعني المشير احمد اسماعيل، الراجل كان رئيس المخابرات، مدير المخابرات العامه، ووزير الحربيه، وقائد القوات المسلحه. يبقى مدير المخابرات مين؟ مشير احمد اسماعيل. وزير الحربيه قائد القوات المسلحه. في نفس الامر هو اللي كان مسؤول عن القياده المصريه والقياده السوريه، هو اللي بيقود الجبهتين. رقم بعد كده اللي بعدها هو اللي كان بيقوم بالتخطيط والتنسيق، هو اللي كان مسؤول عن قياده الجبهه المصريه والسوريه، ويبدا يخطط هنا ويخطط هنا. بسبب هذا التخطيط والتنسيق مصر وسوريا ضربت اسرائيل في وقت واحد. بعد كده هو اللي خاض خطه الخداع، يبدا يطلع العساكر والجنود عمره ويتدلهم بعض الاجازات بحيث ان اسرائيل ما تفكرش ان مصر بتفكر في حرب. فهو اللي قاد خطه الخداع ضد العدو الاسرائيلي. كانت النتيجه المترتبه على كل ما قدمه المشير احمد اسماعيل ان هو حصل على اعلى وسام عسكري وهو وسام نجم السيناء. يبقى مين اللي حصل على وسام نجم السيناء؟ المشير احمد اسماعيل. ايه السبب؟ بسبب ما قدمه في حرب اكتوبر. اروح عندي لرحمه الله عليه الفريق سعد الدين الشاذلي والفريق الجمصي. ممكن يقول لك وضح القاسم او التشابه اللي بين الاثنين. ايه التشابه ما بين الشاذلي والتشابه ما بين الجمصي؟ ان الاثنين تولوا رئاسه اركان الجيش المصري. الاثنين تولوا رئاسه اركان الجيش المصري، الشاذلي والجمصي الاثنين القاسم المشترك بينهم تولوا رئاسه اركان الجيش المصري. طيب نروح لسعد الدين الشاذلي. قال لك ان الرئيس السادات عينه رئيس اركان حرب القوات المسلحه سنه 71 قبل الحرب يا شباب. يبقى مين كان رئيس اركان القوات المسلحه؟ الفريق سعد الدين الشاذلي. دوره هنا، دور الشاذلي ايه؟ قال لك ان هو هيشارك مع القاده العسكريين في ان احنا نطور القوات المسلحه.
يبقى دوره هيشارك مع باقي القادة في تطوير القوات المسلحة. ادي واحد. اتنين، وضع الخطة ازاي نعدي قناة السويس. وعلى فكرة هو كان صاحب فكرة المآذن، ان احنا نبدأ نحط سلالم ويبدأ الجنود يعدوا ويطلعوا عليها. تمام؟ يبقى هنا يبدأ يقوم بتطوير القوات المسلحة، يشارك في وضع خطة نعبر قناة السويس ونحطم خط بارليف، وبفضل من الله قام بتنفيذها في الحرب. يبقى هنا دور فريق سعد الدين الشاذلي. واحد، رئيس أركان القوات المسلحة قام بتطوير القوات المسلحة، وضع الخطة ونبدأ ننفذها في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف. تمام. تم تكريمه في الذكرى ال 39 لحرب أكتوبر. تكريمه ولا تكريم اسمه؟ لا يا مستر، هو طبعا كان توفى فمنحنا اسمه قلادة النيل العظمى. يبقى مين اللي تم منحه قلادة النيل العظمى؟ الفريق الشاذلي بما قدمه في حرب أكتوبر من تطوير للقوات المسلحة، من إعداد الخطة وتنفيذها. نروح للفريق محمد عبد الغني الجمصي. دوره ايه في الحرب؟ هو كان منصبه رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. يعني ايه رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة؟ هو المسؤول عن اختيار التوقيت، هو المسؤول عن اختيار التوقيت المناسب سواء الجبهة المصرية أو الجبهة السورية. يبقى هنا اختار التوقيت المناسب للهجوم بالنسبة لمصر وبالنسبة لسوريا، وده كان ليه دور كبير في ان احنا ننتصر في حرب اكتوبر. قلت لك التشابه ما بين الشخصيتين الشاذلي والجمصي، ان الجمصي هيبدا بعد ما الحرب تنتهي بكام شهر الرئيس السادات يعينه رئيس لاركان حرب القوات المسلحه. اخر حاجه معانا في الدرس، ايه النتائج اللي ترتبت على الحرب؟ اول نتيجه ان الحرب ديت كانت نقطه تحول. ازاي؟ يقول لك دلل ان الحرب دي كانت نقطه تحول. يقول لك هنا دلل، لان يا مستر هيبدا هنا يحصل عندي ان نقول لاسرائيل ان القوه لا تمنح سلامه. اسرائيل كانت بتعتبر لما تعمل خطوط دفاعيه وان هي قويه ان هي كده عايشه في امان. بعد كده تحطيم اسطوره الجيش الاسرائيلي، ان اسرائيل كانت بتقول على جيشها اسطوري ولا يمكن هزيمته، فاحنا حطمنا هذه الاسطوره وهزمناها في حرب اكتوبر ورجعنا الثقه للمقاتل المصري والعرب. كان عندهم اسس قتاليه بيقولوا لجنودهم ان انتوا جيش لا يقهر، قدرنا ان احنا ندمر هذه الاسس اللي هم اتعلموا عليها. بعد كده انتهاء نظريه الامن الاسرائيلي، فممكن يقول لي هنا بما تفسر ازاي انتهى امن نظريه الامن الاسرائيلي؟ هقول له بسبب عندي تدمير خط بارليف وخط الون، لان هنا قلنا ان القوه لا تمنع سلام. بعد كده اسرائيل كانت فرض حاله لا حرب لا سلم، لا حرب لا سلم، فيجي يقول لك دلل ان حرب اكتوبر انهت حاله اللا سلم ولا حرب. هقول له حيث بدا يحدث مفاوضات ما بين العرب واسرائيل بعد قرار مجلس الامن عشان نشوف هذه الحرب هتنتهي. بعد كده دور سلاح النفط واستخدام البترول في حرب اكتوبر كان ليه اثر كبير. اخر حاجه ان حرب اكتوبر اثرت في علاقات اسرائيل بالدول المحبه للسلام في اسيا وافريقيا واوروبا. يبقى النتائج تاني كانت نقطه تحول في الصراع العربي الاسرائيلي، تحطيم الجيش الذي لا يقهر. وقلت لك لو قال لك اسطوره اسرائيل هتقول له ايه؟ خط بارليف. دمرنا لهم الاسس العقديه اللي هم بياسسوا جنودهم عليها. بدا هنا ينتهي نظريه الامن الاسرائيلي، فدمرنا خط بارليف وخط الون. نهينا فكره اللا سلم ولا حرب بدخول في مفاوضات سياسيه اظهرت اهميه استخدام البترول، اثرت في علاقات اسرائيل بالدول المحبه للسلام في اسيا واوروبا وافريقيا. تحياتي لكم مستر عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.